السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده هنتكلم على عالم البيون اونلاين. قبل ما ابدا في اي حاجه، انا كنت قاطع الفتره اللي فاتت، يعني كنت باخد بريك من القناه، بس كنت بتفاعل جدا على الديسكورد الفتره اللي فاتت، وان شاء الله هنزل كذا فيديو عن البيون وشويه العاب تانية جربتها الفتره اللي فاتت، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. تاني حاجه، انا فرحت لما عرفت بالهدنه اللي حصلت، بس لما شفت او غاد عملوه بعدها، فهكتفي بان اقول حسبي الله ونعم الوكيل. مش هطول عليك اكتر من كده يا عزيزي، عشان غايب اصلا بقالي فتره كبيره، وعايزك تصلي على النبي وخلينا نبدا. ان شاء الله الفيديو ده يا عزيزي هيكون مشابه للفيديو ده كده، يعني شويه. تمام، انا بالعربي بعرفك على البيون اونلاين كلعبه وكمجتمع وكل شيء، يعني كل شيء المفروض تعرفه عنها. يعني لو انت جديد الفيديو ده هيفهمك اللعبه قوي، ولو انت من البرو بلاير او حتى عندك خلفيه عن البيون، فالفيديو ده هيعرفك ايه احسن شيء ممكن يتعمل الفتره دي في اللعبه. بس الاول عايزين نسال سؤال مهم قوي، وهو ايه نوع لعبه البيون اونلاين؟ البيون نوعها ام ام او ساند بوكس جيم، مش ام ام او ار بي جي جيم. انت تقول لي والله نفس الشيء يا عم سكال، شكلك سبت اللعبه وخوفت. اقول لك لا لا خالص يا عزيزي. وعشان اوضح لك اكتر، العاب الار بي جي بتكون ليها نظام اسمه اللوب لوتينج، وبتكون مركزه قوي على تجربه بي في اي كويسه وممتعه جدا. وبتكون فكره اللعبه بالمختصر ان اللاعب بيقتل وحوش ويجمع موارد ويبيعها ويشتري احسن درع موجود في اللعبه لحد ما يوصل للتوب، عشان بيكون الاقوى بلا منازع، ويكون بقى مفيش زيه وهكذا يعني. وبيكون الجير بتاعك او السلاح اللي انت ماسكه عامه بيتحدد قوتك على حسب ندرة العتاد والسلاح اللي انت ماسكه والليفل بتاعها. يعني انت ككاركتر مالكش هدف او مالكش لازمه، يعني هو السر في اللي انت لابسه، في اللي انت بتستعمله ده في العاب الار بي جي. حلو. حلو. العاب بقى زي ايه دي؟ زي ديابلو امورتال، يعني تقريبا اصلا ديابلو كل اجزاء، وديابلو امورتال نفس الفكره، وبرضك جنشن امباكت والالعاب اللي شبهها تنتمي برضك لفكره اللوب لوتنج. يعني هو عامه اللوب لوتنج اشهر نوع العاب ام ام او موجود تقريبا حاليا، وبيكون النوع ده من الالعاب موجود خصوصا للموبايلات. بس ما علينا، خلينا نروح للنوع التاني وهو الساند بوكس جيم. وده بكل بساطه عشان اوضحه لك، عايزك تبص على حياتنا الواقعيه وتشوف ربنا عمل ايه. ربنا خلق العالم ده كله وحط له نظام وقوانين ومخلوقات ونظام بيئي، وخلى عندنا ذكاء ان احنا نستغل كل الموارد دي، او تقريبا احنا بنستغل العالم كله حرفيا يعني. فاظن لحد الجزئيه دي احنا متفقين على الكلام ده. خد بقى نفس الكلام ده وحطه في البين اونلاين، وما اقصدش شيء وحش، انا بس بحاول اوصل لك فكره او احاول اوضح لك صوره معينه في دماغي انك عايزك انت كمان تشوفها. تمام تمام. يعني كمثال، احنا عندنا نظام بيئي في البيون، فيها برضك نظام بيئي وكمان بيئه متنوعه. طب احنا عندنا في حياتنا الواقعيه نظام بيولوجي متعلق بالبيئه، البيون فيها نفس النظام البيولوجي، وكمان بيكون ليه مخلوقات معروفه انها بتظهر في البيئه دي او بتترسبن في البيئه دي. طب احنا عندنا موارد في الارض بنطلعها وبنصنع بيها ادوات وحاجات، البيون كل شيء فيها بيطلع من موارد تقدر تاخدها وتصنع بيها حاجات. يعني بص، البن كلها عباره عن كده، البن كلها بتعتمد انك تطلع حاجات وتصنعها وتستعملها او تبيعها وهكذا. من الاخر البن عباره عن عالم تاني بيكون فيه ذكائك وفهمك للنقط اللي انا لسه موضحها دي هي سر نجاحك. تقول لي طب يا سكال انا مش فاهم، يعني انا اقدر اجمع موارد واحولها من موارد خام لموارد معمول لها ريفاين وبعدها اصنع بيها اسلحه؟ اقول لك اه يا عزيزي. مش بس كده، انت ممكن تاخد السلاح ده وتعرضه في الماركت، يعني محل يعني، وتبيع. زائد قبل ما انسى، يعني انا هعمل برضك فيديو ان شاء الله عن الماركت، هشرح فيه كل شيء يخصه، عشان اكتشفت ان ده واحد من اصعب الحاجات في اللعبه واللي محتاجه لها فعلا شرح. بس عموما بعد ما انت مثلا جبت الموارد وصنعت السلاح وحطيته في الماركت، هاجي انا اشتريه وهحارب بيه، هقتل بيه ناس مثلا، وبعدها مسيب ان انا اموت واخسره، ويروح لايد حد تاني، بس بيفضل مكتوب عليه اسم الراجل اللي صنعه. وده شيء جميل من اللعبه بصراحه. بس عموما تقريبا 94% من الموارد في اللعبه بتكون كرافتد باي بلاير او مصنوعه على ايد بلاير، وال6% الباقيين بتكون كرافتد باي سيستم او مصنوعه من السيستم بتاع اللعبه. وبتكون موارد زي الماونتات، اغلبها ماونتات تير 7 او حاجات ليها علاقه بالايفنتات وهكذا. زائد في موارد مصنوعه من الموبات بتاعت العالم ذات نفسها، يعني ممكن تلاقيها، بس انا ما حسبتهاش لان البلاير يقدر يصنعها تقريبا كلها. تمام تقريبا، يعني هبقى اكلمكم عنها في فيديو تاني. المهم، انا بكده اكون عرفت اوصل لك فكره البيون واختلافها عن باقي الالعاب في نقاط معينه. حتى البيون اساسا مختلفه عن نفس فكره الالعاب اللي شبهها. بس ما علينا من النقطه دي. انت تقول لي ايوه يا سكال، انا برضك ما فهمتش ايه العامل الحاسم، ازاي بتتقسم القوه في عالم البيون اونلاين، اعرف افرق ازاي بين البلاير الضعيف والبلاير القوي؟ الجزء ده يا عزيزي الرد عليه صعب شويه، بس خليني اوضح لك. اول نقطه، في البيون في شيء اسمه الفيم، ده بتجيبه من قتل الموبات او البلاير او الجاذرينج او الكرافت. تقريبا كل شيء اللاعب
اللاعب بيعمله بيطلع منه فيم، وبعدها الفيم ده بيتنقل للسلاح او البيلد اللي عليك، ولو كان من قتل موبات او غيره يعني. ولو هو جاذبنج فبيروح للشجره بتاعت الجاذبنج اللي انت مسبك فيها، او تحديدا الشيء اللي انت بتجزره. ولو كرافت فزيه زي الجاذبنج بيروح لنفس الشجره اللي انت بتكرافت الشيء اللي فيها او بتصنعه عامه. وهاجل الكلام على الكرافت لحد فيديو الكرافت، ولو عايز تفهم اكتر عن الجاذبنج انا متكلم عن الجاذبنج في الفيديوهين دول، روح شوفهم وهتفهم كتير جدا ان شاء الله. بس المهم ان توتال الفيم اللي بتجمعه بيروح ويتحسب في الستاتس بتاعتك هنا. تقول لي يبقى اكيد بعرف خبره البلاير من الفيم ده. اقول لك لا مش شرط، بسبب عوامل كتير. يعني كمثال انا اللي بشرح لك البيون التوتال الفيم بتاعي اقل من 400 مليون، فهل كده انا بهيم؟ تقول لي اقول لك انا لو شفتك في الديسكورد انا المهم ان زي ما قلت لك الفيم مش عامل اساسي. يعني انت ممكن تاخد الفيم ده في الجاذرينج والكرافت ان كل ما زاد الفيم في النقاط دي كل ما كان الشخص ده بيفهم جدا جدا في الحاجتين دول. انا حتى بروح اسال ناس بتفهم عني في الكرافت قبل ما اروح كرافت او حتى اجزر، يعني حتى الجاذرينج ممكن اسال فيه. بس لو جينا للجانب بتاع الموب فيم والكيلينج بلاير فيم فلا خالص. يعني الفيم مش عامل اساسي غير لنقطة هتكلم فيها بعد دي. الفيم هنا بيكون مجرد رقم عشوائي بحت. بمعنى انا ليا مثلا صاحب عنده 112 مليون فيم، الشخص ده كده بهيم؟ يعني اكيد لا. ليه؟ لان هو احسن مني ومنك، لان الشخص ده متبند له اكونت فيه رقم تقريبا 13 مليار سيلفر، حاجة زي كده. يعني صعب جدا ان حد يجيبهم. تمام، 13 مليار ده رقم جبار، رقم جبار. والفيلم بتاعه كان تقريبا معدي المليار ونص، فاحنا بنتكلم في حد تقيل، حد فاهم هو بيعمل ايه. فبكده الفيلم مش رقم بيتحدد على اساسه حاجه. ممكن تلاقي حد مثلا زيي ما بيلعبش كتير بس عنده فهم كبير جدا بعالم اللعبه وبيشرح لك. ممكن تلاقي مثلا حد تاني متبند له اكونتين، وكان زمانه لو ما اتبندلوش الاكونتات دي كان زمانه دلوقتي عنده ارقام فلكيه، حرفيا ارقام فلكيه يعني. فبكده الفيلم مش لرقم او لحاجه اساسا غير السبيك بتاعك. تقول لي ايوه ايوه السبيك ده اللي بيكون في الشجره اللي كل ما تعلى في السلاح النجمه بتنور اكتر. اقول لك النجمه دي بتعلى ومعاها كمان قوه السلاح اللي انت ماسكه بتعلى. يعني انت يعني انت الاكونت بتاعك لما بتعلي السبيك الفين بيكون عارف هو رايح لفين، رايح للسلاح اللي انت ماسكه في ايدك. فكل ما تلعب بيه اكتر كل ما يعلى السبيك فيه اكتر، كل ما السلاح ده يبقى اقوى لما يجي في ايدك. حلو الكلام، حلو الكلام. واقول لك على سر يا عزيزي، لما تيجي عايز تعرف اللي قدامك فعلا فاهم في الرول اللي هو بيلعب بيها ولا لا، ما تسالوش انت معاك كام فين في السلاح ده، اساله انت مسبك قد ايه في الشجره دي. يعني مسبك قد ايه في شجره السلاح ده. لو مسبك اكتر من 3 اسلحه ده كده بلاير فاهم وعارف بيعمل ايه كويس جدا، وبيسعى ان هو يوصل لشيء معين في الشجره اللي قرر يحترفها. فهمت قصدي؟ وكمثال اكتر عشان تفهم، انا مثلا من تانك بحب العب تانك جدا، فهتلاقي اني مسبك شجره التانك كلها بالمنظر ده، والميز تقريبا مسبكها كلها فوق ال 101. تقول لي طب يا سكال ده بالنسبه للجاذرينج فيم والكرافت والموف فيم، طب الكلينج بلاير فيم ايه ظروفه؟ اقول لك ده صعب قوي تحكم عليه، لان كمثال في ناس بتجمع الفيم بتاعها كله من الزي في زي، وفي ناس بتجمعه من باتل ستاتيك وباتل ميست، وفي ناس بتجمعه بقى من بي في بي حقيقي زي السمول سكيل لارج سكيل والبومب سكواد. بس انا ما اقدرش اديك ملخص للبي في بي او ازاي تحكم على شخص، لان الفيم هنا ممكن يكون جاي من بي في بي بلاير حقيقي بيعرف يليد ويعرف يحول مجموعه من تراش بلاير لوارير بجد. فحاجه الوحيده اللي لعيب البي في بي بلاير يعرف يشهد بيها لنفسه هي كلمه الناس عليه. يعني لو الناس بتشكر فيه وفي لعبه ده اكيد بلاير كويس، ولو عايز تتعلم صح الزق فيه. بس عموما نادرا جدا ما هتلاقي عرب يعرفوا يلعبوا بي في بي كويس. انا ما اعرفش تقريبا غير شخص واحد بس اسمه عمر، هو الوحيد اللي اشهد له كبلاير ان فعلا فعلا ده شخص يعرف يليد ويتحكم في ناس ويحركهم ويخلي الناس يعني اللي مش بتفهم في البي في بي ناس كويسه الى حد ما قوي. يعني معلومه بره عن الفيديو تقدر تعملها سكيب. عموما يعني اصعب شيء ممكن تعمله كبلاير انك تليد او تبدا تحرك في الناس. الموضوع ده صعب قوي، صعب قوي انك تبقى قائد وليك تأثير على ناس تانيين. فالموضوع بجد بيبقى صعب. في طرق للحوار ده كتير، بس انا عامة ككينج سكال انا مثلا ببقى عصبي وعنيف، بفضل ازعق جامد قوي عشان يكون صوتي اعلى من صوت اي حد يشوشر على الناس، وباجي جامد جدا على اي حد ممكن يبانك او مثلا يكون سبب في خسارتنا عموما او الكونتنت يبوظ بسببه، وممكن كمان توصل للي انا كيكم من البارتي واقتله. وده انا تمام، ده انا عشان برضك لو انت لعبت معايا في يوم من الايام ما تستغربش انا بطبعي عصبي تمام، وبطبعي بس أنا يعني ما بشتمش حد بس طبعي عصبي، فدي طريقه الليد بتاعي وبتجيب نتيجه بصراحه. بس في ناس تانية بتعرف انها قبل الطلعه انها بتحدد الناس اللي جايه معاها من كلامها. يعني هي بتقول يا جماعه انا محتاج كذا كذا، في واحد ممكن يجي يتكلم كلمتين كده يفهم منه ان الشخص ده تباش فيقول له لا اطلع بره، فهو بياخد ناس كويسه معاه، ينقي ناس كبني ادمين كويسين مش كبليه، لا كبني ادمين كويسين، وبياخدهم معاه وبيعرفهم يا جماعه اللي هيغلط يدفع لي فاين على طول، وبيحوش الفلوس دي وبعد كده بيعمل بيها مثلا
مثلا بيجيب للناس اللي ماتت لو حد مات، او بيوزعها لما يجي يوزعوا اللوت. وعموما في طرق كتير للحوار ده وبتختلف من شخص لشخص، وممكن حد يبتدع حتى طريقه على حسب شخصيته. بس عموما هقول لك على سر كمان، ما تروحش تلعب مع شخص مت معاه مرتين. يعني من الاخر لو طلعت مثلا معايا ومت مرتين ورا بعض ما تطلعش معايا تاني. ليه؟ لان ده كده انا شخص فاشل. ما تلعبش معايا، ما تطلعش معايا. وبدي لك مثال بنفسي بس. عامة الشخص اللي هتموت معاه مرتين ورا بعض ده فاشل. طب لو مرة مت ومرة جبت فلوس مثلا لحد ما كويسة ومرة مت بعدها، لا كمل معاه. طب لو طلعت مع شخص كتير وكذا مرة تجيب فلوس وتموت قليل جدا، بعد كده مرة واحدة حصل هوب دروب تموت كتير كتير كل ما تطلع معاه، وقف لعب معاه وقول له هو كمان يوقف لعب. لان هو بيكون بيمر بمرحله انتقاليه. المرحله دي بيبقى فيها مخه بدا يعطل عن الشغلانه اللي بيعملها. بيكون هو بيلعب البيون كتير جدا، او بيعمل حاجه، او هو في ستريس او ضغط او تعبان نفسيا، بيكون في حاجه مأثره على قراراته. لان ده هياخدنا للجزئيه اللي جايه. بس قبلها هفكرك انك تعمل اشتراك ولايك للفيديو. وبجد بجد يا جماعه انا فعلا محتاج اشتراك مشاهدات ولايكات، لان الموضوع يفرق معايا جدا. يعني ادعمني بالحوار ده، ان هو مش هيأثر عليك في حاجه بس هيأثر عليا جدا بحاجات ايجابيه كتير. المهم النقطه بقى اللي عايزين نوضحها هو التفكير في العالم الحقيقي بيكلف صاحبه كتير جدا، ولو غلط خصوصا. لانك لو عايز تطلع بره الصندوق وتعمل فكره كرييتيف ده ممكن يفشل ويدمرك. كذلك في البيون اونلاين. البيون لعبه قرارات، حتى في الفايت والكرافت والماده اللي عايز تجزرها والاماكن اللي هتجزر فيها وهتفايت فيها كمان، او حتى السلاح اللي انت عايز تلعب بيه والشجره اللي انت هتسبكها. يعني من الاخر اللعبه كلها قرار. الشيء اللي هتاخده غلط هيكلفك كتير قوي، بجد هيكلفك كتير قوي. فهل كده يعني تكون روبوت وتقلد اي حد وتدمر ابداعك واللعبه بالنسبه لك تكون عباره عن شغل بدل ما هي لعبه؟ اقول لك لا، بالعكس. الموضوع ده بيخليك عندك روح مجازفه اكتر، وبيعلمك حاجات كتير. بجد بيعلمك حاجات كتير. الواحد فعلا من اللعبه دي اتعلم حاجات كتير قوي. بس عموما مفيش شيء بيجي بالسهل. يعني كام مثال، انت لازم تفايت وتخسر الفايت وتفهم انت خسرت ليه، ولو كسبت تفهم انت كسبت ليه، وتراجع الفايت مع اصحابك. او ممكن تجرب تكرافت، بس قبل الكرافت اسأل بنكرافت على اساس ايه وليه وازاي وامتى، وهل لازم يكون في بريميوم ولا لا، وهل لازم استعمل فوكس ولا لا، واحسن مكان اكرافت فيه. يعني عموما لازم تجمع اكبر قدر من المعلومات قبل ما تبدا تكرافت. فهمت قصدي؟ يعني مثلا في عالم اسمه كلاود شانون تقريبا، ده اخد جايزه نوبل في تجميع المعلومات. جايزه نوبل عشان شرح نظريه ان لا، قبل ما تعمل اي شيء في الدنيا دي لازم تجمع معلومات عنه. فانت دلوقتي لازم تجمع معلومات قبل ما تبدا تكرافت. يعني كمثال انا دلوقتي بفكر اكرافت حاجه للحديد. طب ليه هكرافت حاجه بتتعمل بالحديد؟ عشان انا بحب اجزر حديد. يعني مش مسبك حاجه في الجزرنج بالحديد، انا بحب الحديد وبحب اجزره بس ما بحبش اجزر الحاجات التانيه. طيب فكره ذكيه. انت كده عايز تعمل استكفاء موارد، تجزر وتكرافت. الفكره دي هتكلفني كتير. لازم اول حاجه اسبوع اجزر فيه، ويوم ابدا انقل فيه الحاجه اللي انا جمعتها من بيرسلين. مثلا لو انا بطلع اجزر من الافرود وانقلها معلش للمدينه اللي هي فيها فوكس التلقائي على الماده اللي انا عايز اكرافتها او الشيء اللي انا عايز اكرافته. ده غير ان انا اصلا محتاج اعمل لها ريفاين. كل دون حاجات موانع. فانا بالنسبه لي ابدا احسب هل لو عملت كده احسن، وهل لو انا اشتريتها الماركت احسن. يعني لازم ابدا اقيس، لازم يكون في مقياس بين الاثنين. تقول لي طب ما ده بيستهلك وقت وده بيستهلك فلوس. انا لو متفرغ ممكن اجي شويه على اللي بتستهلك وقت. اقول لك ماشي، دي وجهه نظرك الشخصيه. انا ممكن اكون عندي وقت، بس انا شايف ان انا لو انا استغليت الفلوس وصرفت فلوس شويه وجات لي ارباح قليله، ممكن اكبر راس مالي شويه وتجيلي ارباح ازيد. فاهم قصدي؟ يعني الموضوع بيبص له من كذا حته. هي دي الحتت بقى اللي احنا بنبدع فيها. واحد يقول لي طب والشجره والسلاح اللي هسبكهم؟ هقول لك دي ميتا. يعني اقوى شجره موجوده في الوقت الحالي بتبدا تسبكها او تختار سلاح منها. حلو، ده بالنسبه لو انت برو بلاير. لو انت بقى لاعب جديد فانت عادي تختار اي شجره انت عايزها، وبتبدا تسال انهي اكتر سلاح بيتم استهلاكه في الشجره دي او محتاجينه في الشجره دي. ليه؟ لان السلاح دون انت المفروض بتلعب بسلاحين او ثلاثه. اول واحد بيبقى رول تانك او هيلر او سبورت، تاني واحد بيبقى دي بي اس، ويا ريت ويا حبذا لو يبقى سولو، وتالت واحد بيبقى دي بي اس برضك بس جلوبال دامج، يعني سلاح بنحتاجه لما بنكون جروب او معانا تيم. فهمت النقطه دي؟ ولو انت بدات اللعبه ومعاك بارتي او معاك ناس، او انت دخلت اصلا على ناس فاهمه، فبتبدا تسالهم ايه اكتر كونتنت بيطلعوها. لو قالوا مثلا جولد شيست فانت بتقول لهم ايه الرول الناقصه، وبتبدا تحاول تمين الرول دي. او يا جماعه انا عايز العب دي بي اس معاكم، اطلع ايه؟ يقول لك مثلا لايت كولا بليزنج، حاجات من الحاجات دي، ممكن ديرما، الحاجات دي. وتبدا تشوفهم محتاجين ايه وتمين السلاح ده. طب السلاح ده مش عاجبك قوي،
حول لحاجه تانية، حول لاكتر سلاح انت حابب تسبك الشجره كامله فيه، لان انت هتتسال عن كام سبكتك في الشجره مش كام سبكتك في السلاح. مع حروق السلاح اهم حاجه توتال الشجره كام. بس عموما عشان الموضوع ده يطول شرحه ومحتاج فعلا فيديو لوحده، فانا فعلا هعمل ان شاء الله فيديو لوحده هتكلم فيه عن الحوار ده وهشرحه بشكل يعني دقيق جدا. وان شاء الله هتكلم عن معظم الاسلحه، او هحاول على قد ما اقدر اتكلم عن كل الاسلحه في فيديوهين 3 فيديوهات، واشرح لك ازاي بتختار السلاح بتاعك في اساس ال3 فيديوهات دول. بس عموما الموضوع شامل حاجات كتير جدا، واهم شيء انك تتعلم ازاي تسال، وتسال عن ايه بالظبط. اتفرج على فيديوهاتي، بصراحة أنا فيديوهاتي كويسة جدا وهتتعلم منها، وده مش تطبيل في حق نفسي بس دي الحقيقة. وعشان متأكد إنك متفق مع الكلام ده وهتعمل لي اشتراك ولايك، خد لك كود بريميوم في نص الشاشة أهو. المهم أنا عايزك تفهم إن ألبيون أعمق من كده، واللعبة الفترة دي فيها كونتنت كتير بتموت وكونتنت كتير تانية بتظهر. يعني كمثال أكتر كونتنت أنا بجيب منها فلوس وبحب ألعبها الفترة دي هي كروت دانجن، الجولد تشيست، وكمان الفاكشن، خصوصا الفاكشن ريد زون والجازرينج وطلعات الجازرينج الكبيرة، راتل ستاتيك والفيم فارم ستاتيك. دول عن تجربه بيجيبوا فلوس حلوه جدا جدا. يعني انا كنت عامل من فتره 400 مليون في شهر ونص تقريبا بسببهم. بس ما علينا، المهم ان انت عشان تعرف تطلع معظم الكونتنت دي محتاج ليدر، ويا حبذا لو يكون هو التانك، وكمان هيلر فاهم جدا، وخصوصا بعد اخر ابديت دوت، لان دلوقتي الهيلرات الفاهمين بقوا قليلين جدا يعني. وكمان لو انت عايز نصيحتي، لو انت لسه جديد وعرفت توصل لبارتي وتلعبوا سوا، فابدا العب من الريد زون وبعدها ابدا روح البلاك زون. الريد زون بيجيب فلوس كويسه الى حد ما، خصوصا بعد اخر تحديث نزل لقلبي. المهم انا حاسس اني طولت شويه ومعظم الفيديو نقاش وممكن تكون زهقت مني، فخد كود البريميوم ده كمان عشان ما تكونش زهقت مني. ويلا اشوفك الفيديو الجاي يا عزيزي، ولا اللقاء.